السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل اي حاجة اشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، وكمان لايك وكومنت حلو عشان القناة تكبر بيكم. كالعادة يا جماعة، في اول اليوم بنعمل فطار جميل كده وبنقعد نهدى شوية، وبعد كده نقوم عشان نشوف اللي ورانا. انا ما كانش ليا نفس صراحة ان انا افطر، فعملت كوباية شاي كده واخدت جنبها بسكوت وبس. وابتديت ان انا اقوم بقى عشان اعمل الغدا. زي ما انا بوريكم كده، النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالفراخ، وهنعمل رز. بس كده، فكنت بحضر بقى الحاجات اللي انا هعمل بيها. جبت بصل وقطعته شرايح، وبعد كده غسلت البطاطس وقشرتها وقطعتها دوائر كده زي ما انتم شايفين. بعدين كمان جبت الطماطم وغسلتها كويس عشان اضربها في الخلاط، وجبت الرز عشان اغسله. وكنت طبعا نقع الفراخ بمحلول النقع، اللي هو مثلا دقيق وعليه ملح وخل وليمونه. وسبتها حوالي ساعتين تلاتة كده. وبعد كده غسلتها يا جماعة وطلعت فلة الحقيقة، ما كانش فيه اي ريحة نهائي. وسبتها تتصفى. بعدين جبت البصل ونزلت عليه بقى بشوية بهارات وشوية ملح، وفضلت ادعك فيهم كتير علشان البصل يتبل كده وياخد من طعم التوابل والملح. احيانا كده كل اكله بتحتاج شويه من السبايسي، شويه من البهارات كده، فلازم نحاول ان احنا برضو ما نكترش البهارات دي عشان تدي طعم كويس للاكل، ما تبقاش اوفر قوي وطعمها باين في الاكل كده وتغير النكهه الاصليه للاكل. فجبت بقى الفراخ وحطيتها في البصل مع التوابل، وابتديت ان انا اعمل زي مساج كده للفراخ عشان تاخد طبعا من التتبيله. ما ينفعش يا جماعه ان انا احطها كده مره واحده من غير ما تاخد مثلا شويه توابل، من غير ما تتبل كويس. طعمها طبعا بيبقى مش قوي، يعني مش بيبقى ظاهر طعمها قوي. بعد كده انا قطعت الطماطم. سبت طبعا الفراخ بقى مع البصل علشان تاخد من التتبيله كده شويه، سبتها حوالي نص ساعه. آه، بس طبعا كنت محضره بقى كل حاجه حواليا، انا بشتغل وسايبه برضو الفراخ كده. فبعدين ضربت الطماطم في الخلاط، بعد كده بصفي الطماطم. انا من النوع اللي بيحب يصفي الطماطم دايما في اي حاجه، مش عارفه بس انا اتعودت على كده. بحس ان هي ما فيش حاجه بتنزل من الطماطم زي مثلا في حاجات بتبقى القشر مثلا احيانا بيبقى تخين، فبيبان كده في الاكل وانتي عاملاه. انا مش بحب بقى كده، فبصفي الطماطم، انا اتعودت على كده. بعد كده جبت الصينيه كان فيها الفراخ، وطبعا محطوطه في البصل كده ومتبله. حطيتها على النار هادية، وسبتها شوية علشان الفراخ تستوي نص سوا، يعني زي ما بيقولوا كده تتلسع كده في الأول. آم، بس فسبتها، كنت سبتها بقى شوية. وبعد كده ابتديت ان انا اقلبها واحدة واحدة، ما كانتش سخنت قوي معايا. فبعد ما مديتها طبعا تشويحة كده كويسة، سبتها بردت شوية، وبعدين جيت بقى علشان ارص البطاطس في الصينية. وما تسألونيش ليه، لان انا اتعودت على كده، اتعودت ان انا البطاطس برصها مش بحطها كده وخلاص. هبدأ بقى ان انا ارصها واحدة واحدة جنب بعض في الصينية. بعد كده بحط فيها الفراخ. بعمل حوالي بعمل طبقتين يعني من البطاطس. الاولانية بفردها، وبعد كده التانية بحطها في المكان اللي بيكون فيه فراغات. عن يعني في فراغات كده بتبقى ما بين البطاطس وبعضها، فانا بحط اللي فوق، الطبقة اللي فوق عشان تغطي الفراغات ديت. وببدأ بقى ان انا افرد الصينية بتاعتي. طبعا مش بيطلع في الاخر بقى تلاقي بطاطساية واقفة في جنب الصينية او كده، لا، الشكل كده بيبقى متساوي كده ومتنظم ومترتب كده في الصينية، بيبقى شكله روعة. وزي ما بتحطي الفراخ في المكان بتلاقيه
لكن في ناس بتقعد تقلب في الصينيه وهي على البوتاجاز، تقلب فيها، تقلب في البطاطس. انا مش بعمل كده خالص. انا بحاول بس ان انا اهزها كده من الجناب، حاجه بسيطه، بحيث ان الصلصه تتغلغل كده وتنزل للقعر الصينيه، بس كده. ومش بحب احط على صينيه البطاطس توم او فلفل اخضر زي ما في ناس كتير بتعمل. انا مش بحبها، انا اتعودت عليها ان هي بتبقى بطاطس وبصل والصلصه عليهم وبس كده. وفي ناس كمان بتحط سمنه، انا بحط سمنه حاجه بسيطه قوي، اللي هي تديها طعم كده يكون بسيط كده. بعد كده ابتديت ان انا افرد الفراخ على الرق بقى اللي انا عملته بتاع البطاطس. فردت عليها الفراخ كويس، وقعدت اتك عليها علشان الفراخ تتغلغل كده في وسط البصل والبطاطس. بعد كده احطها على البوتاجاز بقى، وهعلي عليها علشان تسرد الفراخ، تسرد ميتها مع البصل ومع البطاطس. وبعد كده بقى انا كنت صفيت الطماطم، اللي انا كنت ضربها في الخلاط وبقت خلاص متصفيه. بس طبعا ما بتبقاش يعني ما بتبقاش تقيله. انا ما كنتش عاملاها تقيله، كنت ضربها في الخلاط ومزوداها ميه علشان ما اضطرش تاني ان انا ازود صينيه البطاطس ميه. كمان بحاول ان انا احط عليها شويه ملح، علشان مش هعرف احط ملح بقى تاني. يعني مثلا انا مش بزود ميه فمش بحط ملح، وبدوق يعني لو لقيت مثلا ان البطاطس محتاجه ملح، بقوم جايبه كوبايه ومليان نصها مثلا ميه، واقوم حاطه عليها معلقه ملح مثلا، وافضل اقلب فيها، واقوم فرداها على الصينيه. هنا كنت انا عامله مكعبات كده من السمنه، فقعدت احاول ان انا ارش شويه مكعبات على الوش كده. بس يا جماعه مش بحط كتير، يعني انا مش بحب السمنه كتير في الاكل. كمان مش بطبخ بالسمنه الفلاحي اللي هي التقيله بقى الدسمه والكلام ده، عشان معدتنا وكده. احنا دلوقتي كشباب مش ما بقيناش بنستوعب السمنه الكتير في الاكل، معدتنا ما بقتش مستحمله كتر الدسامه في الاكل والكلام ده. كمان مش بحب احط زيت، لان الزيت مش بيدي يعني للجسم قوة او كده، مش بيدي برضو الباور اللي هو محتاجه. السمنة اللي هي مثلا الزبدة اللي هي الصفرة دي اللي هي البقري، بتبقى وسط ما بين السمنة الفلاحي الجاموس والزيت. يعني بتبقى حاجة برضو كويسة يعني نوعا ما. بعد كده انا كنت بعمل الرز بالشعرية، فانا قلت على ما الفراخ تسرد ميتها وكده في الصينية والبصل وكده، والصينية تنشف مني من تحت قبل ما احط الصلصة يعني. فانا هعمل شعرية، وزي ما انتم شايفين كده انا كنت بقلب الشعرية عشان تاخد لون. آم، وبس بفضل اقلب فيها كده لحد ما بتصفر شوية. ويفضل يا جماعة واحنا بنعمل الرز بالشعرية، لو انا هحط مثلا طبق رز او كوباية، مثلا كوباية رز، بحط 2 شعرية، كوبايتين شعرية. يفضل ان الشعرية هي اللي تكون اكتر من الرز، علشان تديله طعم كده وتظبط الدسامة بتاعته، وطعمه كده يبقى مفلفل ولذيذ كده. بعد كده انا كنت نزلت بقى بالرز على الشعرية، وبفضل الف في الرز شوية كده لحد ما الرز يسخن. علشان يا جماعة لو انا عملت الرز كده حطيته على الشعرية وقمت نازلة بالمية عليه، ممكن الرز لو نوعه يعني مش كويس بيقوم معجن. فانا الافضل ان انا اقعد الف في الرز كده شوية لحد ما يسخن. وبعد كده بقى بنزل بالمية وبحط عليها شوية ملح، وبسيب الرز لحد ما يشرب بقى ميته كده، يشكم يعني. وبقوم موطيه عليه بقى خالص، واسيبه بقى مع نفسه حوالي ربع ساعة كده. هنا كنت نزلت بالصلصة على صينية الفراخ. بحاول بقى ان انا اخلي وش الصينية كله يبقى صلصة، علشان انا هديها وش في الفرن بعد كده. بعد ما تستوي على البوتاجاز هديها وش في الفرن. فالفراخ لما بتبقى عليها الصلصة كده واو يعني،
تاخد وش في الفرن بقى، تاخد لون كده جميل. فالمفروض يعني ان انا اكون بقى حاطه الصلصه على وش الفراخ كلها. فانا حاولت طبعا ان انا اخلي الصلصه تغطي بقى الوش كله. ومش بحب كمان ان انا احط صلصه كتير قوي على صينيه البطاطس، في ناس بتخليها حمراء قوي. لا انا مش بحب كده، يعني الوسط بيكون حلو، كمان عشان ما تتعبش معدتنا يعني. هنا كنت قعدت اقلب في الرز، كان خلاص خد لون وبقى برضو خد ودة كده مع الشعرية. بس ابتديت انزل عليه بالمية، واحطه بقى، اغطي بقى الحلة وهسيبه بقى مع نفسه كده لحد ما يشرب المية بتاعته ويشكم، واوطي عليه بقى واسيبه مع نفسه خالص. وكنت سبت صينية البطاطس بقى، انا عليت عليها يا جماعة، الصينية ما خدتش نص ساعة. كنت معلية النار عليها وسبتها بقى مع نفسها، ما خدتش معايا نص ساعة، وده كان جنب الرز بقى بالشعرية. فأكلة يعني بتبقى لذيذة كده، بتحسسك بقى بأيام زمان. صينية البطاطس بالفراخ دي بأيام زمان، خصوصا كمان ان كان في مطر، فكان مدي كده حاجة كده روعة في البيت كده، تحس بدفى. بس صينية البطاطس هنا كانت استوت، ونزلتها تاخد لون في الفرن، وطلعت زي ما انتوا شايفين كده. احنا بنحبها باللون اللي هو الغامق ده. كمان كانت نشفت بقى، فيها مية بسيطة يعني. وهنا كان الرز كمان خلص. وهبدأ بقى ان انا اغرف الاكل. فكنا اصلا الوقت خلاص يعني، خلاص يعني هما كانوا على الاخر. فكنت خلاص بقى انا على اخري، وغرفت بقى الاكل وقعدنا عشان ناكل. وكان في محشي كمان من امبارح فسخنته. وبس يا جماعة، دي كانت اكلتنا، ويا رب تعجبكم.